الله يسعد لي اياكم. طبعا اليوم بدنا نحكي على موضوع تبديل اللوحات العمومي. طبعا نفهم الكلام خاطئ من مدير مواصلات الزبلطاني، فهو اللي حكى على الشكل التالي. فطبعا هو حكى انه في دراسه لموضوع استبدال، مو استبدال يعني تنسيق السياره العمومي الموديل القديم بسياره جديده موديل حديث. فهذا الشيء العالم فهمته انه نحن هلا صار فيني انا استبدل السياره يلي عندي العمومي، او فيني سلم السياره العمومي او اكبسها وسلم النمره وجيب سياره جديده وحط عليها نمره جديده عمومي. طبعا هذا الشيء لسه قيد الدراسه. فاللي صاير حاليا في استبدال فقط السيارة العمومي القديمة بالسيارة العمومي الجديدة. هي عبارة عن السيارة اللي معك سيارة انت عمومي موديل قديم، بتروح بتسقط لوحاتها وبتحط لها لوحات خصوصي، والنمرة اللي كانت على السيارة القديمة بتجيب سيارة حديثة. إذا هي تاكسي بتجيب سيارة تاكسي، وبعطوك لوحات عمومي لهي السيارة. طبعا ومن شروطها انه بده يكون كيلومتراجها قديم وبدها تكون موديل حديث لحتى تستبدل اللوحات. اما حاليا ما في قرار صادر لاستبدال نمر السيارات العمومي، او خلينا نقول انه ننسق السياره القديمه وننزل سياره جديده. هذا القانون حاليا قيد الدراسه.